بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم طاهر سندي من إقليم السند باكستان. عندنا هنا في باكستان أو خاصة في السند الحرارة تكون في الصيف يعني شديدة، فعشان تخف من الحرارة هذه عندنا بعض المشروبات التي تستعمل في باكستان أو في إقليم السند عشان تخفف من شدة الحرارة وتعوضك من المياه التي فقدها الجسم. فهي كثيرة يعني المشروبات، لكن أشهر المشروبات التي عندنا هنا في السند هي أولا عصير قصب السكر، وسوينا له فيديو كمان قبل فترة، أو ممكن يجيكم بعد هذا الفيديو أو يجيكم قبله. وفي عندنا مشروب آخر هنا في السند وهو مشروب يسمى تادل. من إيش يصنع هذا التادل؟ نعرف اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة، وكيف إيش هي فائدته. عندنا هنا جام شيرين، عصير هذا يستعمل خاصة نستعمله في رمضان كمان للمياه الباردة عشان تصير حلوة زي العصائر يعني. عندهم الماكينة هذه دحين نعرف ايش عملها. جالسة تخلط في شيء جوا، تخلط الماكينة هذه، نعرف دحين ايش هو. كما قلت لكم يستعمل في هذا المشروب جام شيرين، هذا عصير من عرق الورود. هذا حلا نسميه مصري، ما ادري انتم ايش تسمونه، نحن نسميه مصري. هو زي السكر لكن احلى من السكر وطبيعي، يعني السكر مصنوعي يصنعوه لكن هذا طبيعي يسمى. طيب، ويستعملون السكر كمان هذا، ويستعملون في كمان اللوز هذا اللي نسميه بادام، نحن نسميه بادام. يستعمل فيه الفلفل الأسود هذا، كارا مرچة، هيل يستعمل فيه الهيل كمان. ايش है जीरो استعمل فيه كيرو चिट्टो जीरो هذه ايش يسمونه. جميع الحاجات هذه يعني تستعمل في المشروب هذا. البادام يعني اللوز وفلفل اسود، اليتشي، سكر، ورق الورود، جميع هذه الأشياء تستعمل فيها. شو الصورة هنا كمان، هذه صورة جميع هذه الأشياء تستعمل في المشروب هذا. جميع هذه الأشياء اللي وريتكم إياها قبل شوية يحطونها هنا في هذه الماكينة، أو تخلط هنا جيدا، يخلطونها. شايفين كيف يخلطونها جيدا عشان تعطي نتيجة أحلى. الماكينة هذه يشغلونها على البنزين، على البترول. يبردون الموية بعدين. طيب، عندهم القدر الكبير، السطر الكبير هذا شايفينه، يحطون فيه السكر في البداية، بعدين يجيبون المخلوط هذا، الخلط اللي سووه هنا، خلطوه المعجون هذا، يجيبونه بعدين يخلطونه هنا في الموية والثلج زي ما انتم شايفين. يجيبون جميع هذه الأشياء هنا ويحطونها في الموية. هذه تكون سبب يعني لتخفيف حرارة الجسم، وتكون تعوض عن العرق اللي فقدوا الجسم.
شوف كيف دحين، نشوف كيف يجهزون الكاس عشان يشربوا الشخص. شايفين هذا الشارع العام، تمر منه السيارات والباصات والشاحنات الصغيرة والكبيرة، الدبابات، ناس يكونوا على ريكشات زي ما انتم شايفين. الريكشة جاية هنا، يعني السيارات هذه والريكشات والناس على الدباب وشاحنات صغيرة توقف هنا، مسوين لهم ظل كمان زي ما انتم شايفين، وبعدين يجون يتناولون او يشربون من هذا المشروب. شوف كيف يجهز الكاس، حط فيه جام شيرين، حط فيه تادل او ثلج بداية. ما شاء الله والله شكله لذيذ. الله 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 المشروب، يا سلام. شوف الشكل، شوف شكل الكاسة. الله، شايفين يا شباب شكل الكاسة؟ شوف كيف يفتح الشهية. يا سلام والله لذيذ جدا جدا. اي واحد يجي عندنا هنا في السند لازم يشرب المشروب هذا من الاخ هنا محمد عزيم. محمد عزيم هنا في مدينة بوسبور، نحن في مدينة بوسبور، لازم يشرب من هذا المشروب، والله لذيذ جدا يفتح الشهية. مية مية يا شباب، لازم تجربوا المشروب هذا، لذيذ جدا جدا، لازم تجربوا المشروب.